من المجد إلى الانكسار، كيف فقد المسلمون العالم؟ كيف انهارت أعظم حضارة عرفها التاريخ؟ ولماذا فقد المسلمون سيطرتهم على العالم؟ ماذا حدث بين سقوط الأندلس وانهيار الخلافة العثمانية؟ وما هي اللحظة الحاسمة التي بدأ عندها التراجع الحضاري؟ ولماذا فشلت الأمة الإسلامية في التصدي لمحاكم التفتيش التي هجرت وقتلت ملايين المسلمين؟ وما علاقة اختراع المطبعة وضياع أندلس بانهيار العالم الإسلامي بأكمله؟ كيف تحول المسلمون من قادة للعالم إلى شعوب مستعمرة خلال 4 قرون فقط؟ ولماذا رفض العثمانيون إدخال المطبعة إلى ديار الإسلام وتأخروا عن أوروبا ب3 قرون في ثورة الطباعة؟ من حضارة إسلامية عظيمة امتدت من الأندلس إلى حدود الصين وقدمت للبشرية العلوم والفنون والفكر، إلى دول متفرقة تعاني من الضعف والجهل والتبعية الحضارية والاقتصادية. أنا محمد، ودي قناة ما لم يقال، قناة تاريخية وثائقية بنفتح فيها أبواب الأسرار اللي التاريخ ما حكاهاش، من لحظة بداية الخلق لانفجار الكون لأول إنسان وطأت قدماه الأرض. نغوص في أعماق العصور، من الحجرية للفرعونية للآشورية للإسلامية لنهضة الشعوب وسقوط الإمبراطوريات. نحكي عن الحروب والمعارك والقادة، عن قيام الحضارات وسقوطها، عن الاستعمار والمقاومة، عن المؤامرات الكبرى والتاريخ اللي اتكتب واللي اتحرف واتنسى. نوصل لعصرنا الحديث ونفهم مع بعض إزاي وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. كل ده في رحلة واحدة، من العدم إلى اليوم، في سلسلة ما تتفوتش وحقائق ما تتقالش في الكتب. أهلا بيكم في ما لم يقال. أعود إليكم اليوم لأعرض واحدة من أكثر اللحظات حرجاً في تاريخ الأمة الإسلامية، لحظة التحول من الريادة إلى التبعية، من القوة إلى الوهن، من المجد إلى الانكسار. في السلسلة الرابعة استعرضنا كيف وصلت الأمة الإسلامية إلى ذروة المجد وبنت حضارة تفوقت على سائر الأمم في مختلف المجالات. لكن السؤال الذي لا يزول: كيف انهارت هذه الحضارة؟ ومتى؟ ولماذا؟ تعالوا نسافر عبر صفحات التاريخ لنفهم كيف تحول المجد إلى انكسار والريادة إلى غياب، وكيف بدأت رحلة السقوط. الفقرة الأولى: ذروة الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى. علشان نفهم الانهيار لازم نفتكر الأول إيه اللي كان عندنا في أوج العظمة. تخيل معايا إمبراطورية إسلامية ضخمة ممتدة من الأندلس أسبانيا لحدود الصين. إمبراطورية فيها 4 عواصم كبرى كانت أعظم مدن في العالم: بغداد وقرطبة والقاهرة وإسطنبول. بغداد كانت مدينة السلام ومركز العلم في العالم، فيها بيت الحكمة اللي جمع علماء من كل الأديان والأعراق. قرطبة كان فيها 70 مكتبة عامة، ومكتبة الحكمة فيها 400 ألف كتاب، وشوارعها مضاءة ليلاً وقت ما كانت لندن وباريس قرى مظلمة. المسلمين هم اللي اخترعوا الجبر وطوروا الطب واكتشفوا الدورة الدموية وصنفوا النباتات والحيوانات ورصدوا النجوم وأسسوا المستشفيات وأسسوا الجامعات ووضعوا أسس الكيمياء والفيزياء. باختصار، عالم إسلامي متفوق ثقافياً وعلمياً واقتصادياً وحضارياً وسياسياً وعسكرياً على العالم كله. الفقرة الثانية: البذور الأولى للضعف والانقسام. السؤال المحير: إيه اللي حصل وإمتى بدأت بذور الضعف تظهر؟ الشروخ بدأت مبكراً لما انقسم العالم الإسلامي لخلافات متعددة: العباسية في بغداد، والأموية في الأندلس، والفاطمية في مصر. ومن هنا بدأت الصراعات الداخلية تستنزف الأمة. الحروب الصليبية 1069 ل 1291 ميلادي كانت ضربة قوية للعالم الإسلامي، وبالرغم من انتصار صلاح الدين واسترداد القدس، إلا إنها استنزفت موارد المسلمين لفترة طويلة. بص على سخرية القدر، كانت الضربة الأقوى من المغول لما دمروا بغداد سنة 1258 ميلادي وقتلوا الخليفة العباسي وألقوا بالكتب في نهر دجلة. وبسقوط بغداد سقط أهم مركز علمي وحضاري في العالم الإسلامي. والصدمة الحقيقية إن المسلمين أنفسهم كانوا بيتصارعوا على السلطة ودعوا المغول لمحاربة إخوانهم،
والخوارزمي كان عنده جيش من 400 ألف مقاتل، لكنه انشغل بمحاربة المسلمين، فجاء المغول وقضوا عليه. الفقرة الثالثة: سقوط الأندلس، الجرح الذي لم يلتئم. في لحظة فارقة من التاريخ الإسلامي سقطت غرناطة، آخر مدينة إسلامية في الأندلس، سنة 1492 ميلادياً. تخيل معايا حضارة إسلامية استمرت في الأندلس 781 سنة، وأنتجت فنون وعلوم وعمارة مبهرة، ومكتبات فيها مئات آلاف الكتب، انتهت في يوم واحد. الإسبان بدأوا حروب الاسترداد، قالوا عليها ريكونكيستا، واستردوا الأندلس مدينة ورا الثانية، وكان المسلمين منقسمين على بعضهم، وكل أمير بيحارب لوحده. والصدمة الحقيقية إنه محاكم التفتيش اللي أسسها الملك فرديناند والملكة إيزابيلا أجبرت المسلمين واليهود على اعتناق المسيحية أو الطرد أو القتل، وقتلت وهجرت ملايين، وحرقت مكتبات بالكامل. وكانت جريمة إنك تتكلم عربي أو تلبس جي إسلامي أو حتى تستحم. تعرف إنه المسلمين الموريسكيين اضطروا يعيشوا في الخفاء ل120 سنة؟ بعدها تم طردهم نهائياً من أسبانيا سنة 1609 ميلادياً. هذا الجرح ظل مفتوحاً في وجدان الأمة الإسلامية، وكان بداية سلسلة من الهزائم والتراجعات. الفقرة الرابعة: اللحظة الفارقة بعد الأندلس. في نفس عام سقوط غرناطة اكتشف كريستوفر كولومبوس القارة الأمريكية، وبدأت أوروبا رحلتها الاستعمارية الكبرى. في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تترجم كتب المسلمين لتنهض، كان العالم الإسلامي غارقاً في الركود. السبب الجوهري في هذا التحول المطبعة. اخترع غوتنبرغ المطبعة عام 1440 ميلاد، فأحدثت ثورة معرفية في أوروبا، بينما حظر العثمانيون استخدامها في طباعة الكتب العربية حتى عام 1729 ميلاد، أي بعدما يقرب من 3 قرون. بينما كانت أوروبا تصعد معرفياً وعلمياً، كان المسلمون يراقبون المشهد من بعيد، مكتفين بالبكاء على الأطلال. الفقرة الخامسة: من الأندلس إلى إسطنبول، تمهيد للسلسلة الخامسة. من عام 1492 ميلاد سقوط الأندلس حتى عام 1924 ميلاد سقوط الخلافة العثمانية، تحول المسلمون من قادة العالم إلى شعوب مستعمرة. فرنسا دخلت الجزائر عام 1830 ميلاد، وبريطانيا احتلت الهند عام 1857 ميلاد، وإيطاليا استولت على ليبيا عام 1911 ميلاد. أما الدولة العثمانية آخر حصن سياسي للأمة الإسلامية، فكانت تترنح لأكثر من قرن حتى لقبت بالرجل المريض. وبعد الحرب العالمية الأولى انهارت الخلافة تماماً، وألغيت رسمياً على يد مصطفى كمال أتاتورك في عام 1924 ميلاد. كما قال أحمد شوقي: وطن تعلق بالثريا همه، ومشى إلى الجوزاء في أقدامه، وبغت عليه عصابة أفعالها فعل الطغاة بعرشه وحرامه. الخاتمة: انهيار حضارة ودروس لا تنسى. إن ما حدث لم يكن مجرد هزيمة عسكرية، بل كان انهياراً شاملاً في جميع المجالات الفكرية والعلمية والسياسية والاجتماعية. والسؤال الجوهري الذي نتركه لكم: هل جاء انهيار الحضارة الإسلامية نتيجة تآمر خارجي، أم بسبب ضعف داخلي وتشرذم ذاتي؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، وانتظرونا في السلسلة الخامسة من تاريخ الحضارات. وفي الختام افتكر دايماً إن كل حلقة من ال7 سلاسل على قناة ما لم يقال مش بس هتقدم لك معلومة جديدة، لكن هتشوف جانب خفي من التاريخ وتفهم أسرار ما حدش قالها قبل كده. لو نفسك تفهم حكاية الكون من العدم لحد اللحظة اللي بنعيشها النهاردة، اشترك دلوقتي في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الحلقات أول ما تنزل. وما تنساش تعمل لايك لو الحلقة عجبتك، ولو عندك سؤال دايما كان شاغل بالك اكتبه لنا في الكومنتات، ممكن نخصص له حلقة كاملة ونعرضه في السلسلة. وزي ما تعودنا، كل معلومة أو سؤال سمعته في الحلقة النهاردة هتلاقي له شرح مفصل في فيديوهات السلسلة بتاعته، علشان تكتمل الصورة وتفهم القصة من أولها لآخرها بالترتيب.
ما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات وتصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونشوفكم في الحلقة الجاية في ما لم يقال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.